السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد من قناتي. لو انت اول مره بتشوفيني ما تنسيش تشتركي فيها وتفعلي علامه الجرس علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك. النهارده هنعمل مع بعض اكله شتوي. هي اكله القرنبيط ديت اغلبيه البيوت بيعملوها. بصراحه بتبقى جميله جدا يا جماعه. وفي نفس الوقت بيبقى طعمه خطير، لاني انا هعمله لكم بطريقه تخليه طري من جوه ومقرمش من بره. اول حاجه ببدا بيها ان انا بسلق الكرنب في ميه فيها ملح وكمون. ضروري يا جماعه تحطوا حبه كمون في الميه او حبه لبن، علشان دايما الكرنب والقرنبيط بيبقى ليهم ريحه كده مش لطيفه هما بيتسلقوا. تمام. مش بخليهم بيتسلقوا اكتر من 10 دقايق. بطلع على طول بصفي واحط برضو في مصفى، علشان لو في اي ميه تصفيها وتنزلها. معلش على صوتي ده يا جماعة، والله بقالي اسبوع عندي برد ومش عايز يسيبني بجد. بس كده حطيت الباقي بقى ما يكمل اهو. وهنا بقى هعمل بقى اللي هو الحياء او التتبيلة بتاعتها. بحط بقى من كمون وكزبرة ناشفة وملح و... وتوم. وبحط كمان حبة ملح وهنا بقى بطلع بقية القرنبيط اهو. هنا بقى هحط التتبيله والثوم بقى اللي انا دقيته في الهون، وهحطه بقى عليه دقيق كده، وهحط كمان عليه نشا. يعني انا حطيت كوبايه ونص دقيق وحطيت نص كوبايه نشا. هحط هنا برضو الخضره بتاعتي اللي هو هيكون شبت وبقدونس وكزبره، وهحط حبه ميه وهنزل بالبيض بتاعي. انا مش هحط بيض غير 2 بس. تمام. انا بعرف ناس يا جماعه بتحط للقرنبيط 7 بيضات و8 بيضات، مش عارفه على ايه يعني. بس كده، وهقلب بقى تقليبه كده، اخليها طريه كده العجينه بالميه. يعني انا هكمل بالميه. لو انت عندك لبن متوفر وحابه انك تكملي بالعجينه ما يضرش. غدوه قرنبيط كده جميله، لازم يكون جنب منها بطاطس محمره. تمام. جبت كده كام بطاطسايه كده، قشرتهم وبعديت ان انا اقطعهم كده صوابع بالشكل ده اهو. حطيت عليهم رشه ملح بالشكل ده وقلبتهم. طبعا انا يا جماعه مش بغسل البطاطس بعد ما بقطعها، لان انا بعد ما بقشرها من القشر بتاعها باخدها وبغسلها حلو جدا. لان انا لما بقطعها بحتاج النشا بتاعها، فمش برضى بصراحه ان انا اغسلها. حطيت زيت اول حاجه في الزيت، بحمر البطاطس لان احنا عارفين ان القرنبيط هيخلص على الزيت يعني. فقلت احمر البطاطس الاول. وهنا بقى هنعمل مع بعض طبق سلطه كده زي بتاع زمان. بتكون القطع بتاعته كبيره وما بيكونش فيه تفاصيل كتير اهو. قطعت الطماطم قطع كبيرة عادية خالص اهي. هنا خلاص البطاطس حمرت اهي، هبتدي ان انا اطلعها. هنا هحط على السلطة فلفل احمر وفلفل اخضر، بحبها كده بيكون طعمها حلو وفي نفس الوقت بتكون خفيفة. ونخرج البطاطس ونحطها على ورق فويل علشان تصفي الزيت الزيادة اللي فيها. حطيت كده القرنبيط في الخلطة وبديت ان انا اغرق كل واحدة كده والتانية من الخلطة بتاعتنا، واحط بقى في الزيت بتاعنا. تمام. هتبل هنا السلطة بتاعتي، حطيت خل وحطيت كمون وحطيت ملح. هحط برضو عليها حتة تومة كده، لان التومة بصراحة بيحليها وبيخلي طعم السلطة في حتة تانية. جماعة بالله عليكم كل اللي يتفرج على الفيديو حط لايك
عشان الفيديو يوصل لعدد اكبر، الناس تستفيد من اي حاجة بنعملوها. لان والله العظيم يا جماعة انا اعرف ناس ما بتعرفش اصلا تعمل القرنبيط ده، وبقولك تفاصيله كتيرة ومتعب، بس زي ما انتوا شايفين بالعكس. انا اكتر حاجة بالنسبة لي ليها تفاصيل كتير هي المحشي. المحشي ده تفاصيله كتير قوي، في ناس اصلا بتحضر في حاجته قبلها بيوم. لكن القرنبيط ده اسهل اكل، لانه هو بيتسلق وبتعملي له الخلطه وبتحمريه وتاكليه وخلاص. كده خلصت فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه باي حاجه فيه. لو عجبكم ما تنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد في رعايه الله.